احنا عايزينه يبقى في النادي، عايز يبقى موجود. هنمضي النهارده ان شاء الله، لو دي بالليل، وهنعلن بكره الكلام ده. بس انا عايز حضرتك تقدرني ماليا بس وخلاص، اتفق على ارقام. ما هو الجمهور بيقدر برضه، يا اما بالورد يا اما بالطوب. انا ما وصلتش مع الجمهور في اي حاجه عموما. لا بقول لك بس معليه بس انا لحد اخر لحظه متمسك بالنادي، واحنا برضه متمسكين بيه. تقدير النادي مش هيجي زي تقدير الجمهور يا طارق، خلاص. دي العقود اهي. هو قال لي خلينا بالليل هنقعد ان شاء الله، نتمنى ان هو يمضي، او هيقول لي انا عندي عرض خارج مصر مظبوط في اي مكان. هو عنده شرط جزائي 2 مليون دولار، يعني يقدر من دلوقتي يقول لي اتفضل الشرط الجزائي 2 مليون دولار وانا عايز امشي، والله العظيم ما هنزعل، هنقول له اتفضل. حضرتك دلوقتي اشتمتني لسه ما عملتش حاجه. لا انت حضرتك لا هتمضي هنمحو الشتيمه المربطه، مش هتمضي هتشوف مني ايام لن تراها في حياتك. عشان من طلخه لطوخ لسهل حشيش للبيت بتاعك اللي جنب انا هربان يا انا مش هربان. انت فكرتني باحمد زكي فيلم الهروب. انا مشكلتي مع طارق انه لا عايز يجي ولا عايز يجيب لي عرض، انا بكلمكم بصراحه. يعني انا عايز اقعد بس حضرتك زود فلوس بس وخلاص، مش عايز حاجه ثانيه بس. وبعدين في فلوس كتير، حضرتك اديني فلوس. طماع. مش طماع والله، طماع. انا بطلب حقي بس. انا حضرتك اديتك في 4 سنين كل حاجه. طماع. اديني بقى. اديك يا طارق. ايوه في ناس طماع اهو يا راجل، من ساعه ما تشرب شعره وعمل كده. انا يا راجل كنت باخد اقل واحد في الفريق، والناس بتاخد ضعفي ما بتكلمش. لما جه وقت ان انا اخد فلوس اديني فلوس يا راجل. لو خاصة انت كل فاضل لك سنتين كتير في الملاعب. لا ده لسه عاوز كتير قوي، لسه كتير قوي.